نصب عليه وقال له العربية سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وهيونداي ار بي. هنفحص العربية كده مع بعض ونشوف العربية ممكن يكون فيها ايه. طبعا بنفحص القوايم الخلفية. في عندي طبعا زونة بلدي معمولة، في عندي طبعا معجون في القوايم الخلفية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. القوايم فيها معجون، وطبعا نرفع الكنبه بتاعه العربيه في شغل اسفل العربيه. الحوض بتاع العربيه فيه مشاكل كتير، في شغل في سلاح الرفرف زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا في هنا شغل دواخل في سلاح الرفرف وفي الحوض وفي القوايم الخلفيه وفي العتب. طبعا هنرفع العربيه كده مع بعض، لان الراجل ده اشترى العربيه للاسف الشديد وهو كده حظه عاسر ان هو شكله كده لبس في العربيه اللي معانا. طبعا لما نرفع العربيه لقينا العربيه مغيره نص خلفي، طبعا ده الفلوتو اللي موجود تحت ايدينا. في طبعا العربيه مغيره نص خلفي وفيها صدمه اماميه، طبعا ده فيلوتو موجود على التركيبه الخلفيه او النص الخلفي. والراجل طبعا حظه العاسر ان هو لبس في عربيه صعب جدا ان هو يخرج منها، او صعب جدا ان هو يرخصها، هيقابله مشاكل كبيره جدا في التراخيص، وطبعا في اعاده البيع بعد كده اذا عرف ان هو يرخصها. طبعا العربيه فيها مشاكل كتير، مغيره نص خلفي وفيها صدمه اماميه، وطبعا الموتور بتاع العربيه فاكك. والراجل ده طبعا بندعي له ان ربنا يوفقه ويخرجه من الازمه اللي فيها، ومن التاجر عديم الضمير اللي لبسه في العربيه وقال له سليمه وطلع فيها مصيبه كبيره جدا. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.